والله يا جماعه انا رحت اتعشيت عند ماما امبارح بسبب ان انا مش قادره اعمل عشاء، والنهارده كمان قايمه من النوم مش قادره، عماله اقول لهم كلوا اي حاجه كلوا اي حاجه، بس في الاخر صعبوا عليا. هيفتحوا نفسكم وهيجوعوكم اول ما تشوفوا دلوقتي، وفي نفس الوقت في 10 دقايق بتكون جاهزه. هقول لكم النهارده على تريكه، والله معلقه واحده بس لو حطيتيها على الخلطه بتاعتنا النهارده هتخليكي تعملي احلى واطعم حواوشي بتجيبيه من عند الجزار. بصوا لي كده الحواوشي وجماله، ايه الحلاوه دي، ايه القمر ده. يلا بقى بسرعه كده صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نقول بسم الله. اول حاجه هنحتاج الكبه، والكبه دي اول استخدام وجايباها بسعر لقطه، جايباها بسعر بسيط جدا، وبجد مش مصدقه ان هي بتفرم لحمه وفراخ وخضار وكل الكلام ده، فقلت هجربها معاكم فيديو النهارده وهقول لكم رايي بكل امانه. معايا 4 بصلات كبار وهحطهم سلام كده زي ما هم عشان بس اجرب الكبه. بسم الله. هضيف معاهم قرن فلفل سليم وطماطمايه سليمه، هحط معاهم 5 فصوص من الثوم. هنغطي كده وهنجرب. بسم الله. ما شاء الله، تكه واحده وعلى السرعه الاولى والله. بسم الله ما شاء الله، ده بقى عجينه. البصل بقى عصير من ضربه واحده وعلى اول سرعه كمان. طب تفتكروا لو حطيت فيها اللحمه سليمه بالشكل ده هتتفرم معايا بسهوله؟ يلا بينا. بسم الله. معايا كيلو من اللحمه متقطع قطع كبيره كده زي ما انتم شايفين. كميه اللحمه كلها. بسم الله. دي لو فرمت اللحمه تبقى اكتشاف بجد. بسم الله. ما تهزروش. اقنعوني ان كبه بالسعر ده وبتفرم اللحمه بالشكل ده. تعالوا بقى نحط التوابل بتاعتنا ونخلص الوصفه، بعد كده اكلمكم على الكبه وسعرها وكل التفاصيل وتجيبوها منين كمان. هضيف عليهم بقى معلقتين كبار كده من التوابل بتاعتي اللي انا عاملاها معاكم، هضيف رشه صغيره بس من الملح كده، واضيف معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعايزه بقى اعجنهم مع بعض عجنه محترمه. التركه بقى اللي هتقلب لك ريحه الحواوشي تخليهولك شبه بتاع الجزارين بالظبط، وده عملتها لكم من كام سنه. هو الدهن ده دهن يا جماعه، دهن حيواني، المعلقه منه بتقلب لك الوصفه حرفيا وبتقلب لك ريحه البيت كله. بسم الله. بصوا ما شاء الله مرمله وخطيره، وهعجنها كلها مع بعضها تاني. هندهن الصاج بالدهن اللي احنا سيحناه، بعد ما اخلص هدهن كل رغيف من نفس الدهون دي. بسم الله. بحطهم الاتنين على بعض كده وبدخلهم الفرن، شغاله من تحت ومن فوق، لما ده بيتحمر بقلبه ولما ده بيتحمر بقلبه. هدخلهم بقى الفرن واجي افرجكم على الكبه. الكبه بتاعتي الاقتصاديه زي ما قلت لكم في اول فيديو، سعرها اقتصادي جدا، وكمان الحله بتاعتها سعه 6 لتر. بصوا ما شاء الله الحله كبيره قد ايه، ستانلس ستيل نقي 18/10، يعني غير قابله تماما للصدى. الموتور بتاعها ستانلس، وكمان في سرعتين، السرعه الاولى والسرعه الثانيه، وجربناهم معاكم في الفيديو. كمان ليها مضرب يدوي بالشكل ده كده، تقدري لو الكهرباء مش شغاله تستخدميه. هنجربه مع بعض دلوقتي. عايزه اقول لكم بقى ان الشفرات بتاعتها مزوده ب5 شفرات قويه وعاليه وكبيره زي ما انتم شايفين كده، فرمت لنا اللحمه في فرمه واحده ما شاء الله. كمان الغطا بتاعها عامل زي السيليكون كده، يعني مقاوم للكسر تماما. تعالوا نجرب كده. بسم الله ما شاء الله، بتضرب فعلا. انتوا اكيد شايفين السكينه من جوه. بصوا، تفرمي بصلتين، هتفرمي شويه توم، هتفرمي طماطم، مش عايزه تشغلي الكهرباء او الكهرباء قطعه، ده هتكون سهله معاكي وهتكون يدويه وحلوه قوي. وتعالوا بقى نشوف الحواوشي. وده كده شكل الحواوشي بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله. ده اللي كنت حاطاه في الشبكه. بصوا بقى شكله خطير، وبيكون دسمته اقل لان اللي في الصاج الدسم بتاعه بينزل في الصاج وبيشربه تاني. بصوا الحشوه، لما تلاقي الحشوه متماسكه كده زي البرجر كده تعرفي ان انت عامله حواوشي ناجح 100%. طعمه خطير يا جماعه، يستاهل بقكم. يلا جربوه وادعوا لي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.